وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. العسر الشدة والضيق في النفس والمال والولد بجميع ما يحتمله هذا اللفظ من عسر، معه يسر. وجاء في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهي جمل مؤكدة بإن. وعرف العسر ونكر اليسر، لأن المعرفة إذا أعيدت صارت عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت صارت غير الأولى، فالعسر هو العسر واليسر آخر. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نعم، لأن العسر جاء معرفة، وإذا أعيدت اللفظة معرفة صارت نفس الأولى، وإذا أعيدت النكرة نكرة صارت غيرها، أو أعيدت المعرفة نكرة صارت غيرها. جاءني الرجل فأكرمت رجلا، هذا غيره. وجاءني رجل فأكرمت الرجل، هذا نفس الأول. هذا وجه قولهم لن يغلب عسر يسرين، لأن الكلمة معرفة وأعيدت معرفة فصارت عينها، والنكرة أعيدت نكرة فصارت غيرها، فصار في الآيتين عسر واحد مع يسرين. وهذا من فضل الله جل وعلا. والحديث رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد والحاكم الرواية الأخيرة. والحديث أيضا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة،